اسالك سؤال بقى، انت متابعه الكوره؟ اخبارك ايه في الكوره؟ الكوره طبعا متابعاها، قولي لي اي حاجه عليها، قولي يا ولد ما شاء الله ما شاء الله. طيب النهارده مصر هتلعب مع الكويت. ايوه. انت مختلفه، مش هتشوفي الماتش زي اي حد بيشوف. صحيح. ليه؟ ايوه عشان قولي انا ليه؟ بحب الكويت قوي. ايوه وليا اصحاب كتير قوي 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 في الكويت. ايوه والعشره 30 40 سنه. ايوه. فطبعا دي عشره. وكنتي موجوده ومحبوسه هناك في ومحبوسة الحرب هناك ما شاء في الله، الحرب. ساعه الحرب بتاعت العراق بالظبط. والكويت. اهو كده. انت هتتفرجي على الماتش وانت بتحبي الكويت وطبعا مصريه طبعا. وعايزه مصر تكسب، ايه بقى شعورك ساعتها؟ كان زمان هدافع، يعني لو الزمالك والاهلي بيلعبوا انا زملكاويه اصلا، فاحب اتفرج على الزمالك وحتى هخلق له اعذار. انما دلوقتي انا في مرحله ان انا اللعبه الحلوه هي اللي بتمتعني. يعني سواء الفريق ده او الفريق ده. صحيح مصر على عيني وعلى راسي، لما بدهم بيلعبوا وحش لازم يحسنوا من نفسهم، لازم اقول لهم انتوا وحشين عشان يتحسنوا. انما لو قلت لا دي مصر واقعد اعمل لها اي مبررات عشان ان هم لعبوا كده، فانا لا مش بتاعتي. طب يعني هتنبسطي اكتر لو مصر كسبت ولا الكويت كسبت بصراحه؟ بصراحه لا انا طبعا مصر بلدي. انت كفايه ان بتروحي تقولي وكسبناكم، يعني ابسط حاجه. هتذليهم انت مستنيه اصحابك علشان تذليهم؟ لا هم مش بتوع كوره اساسا، ما تقلقيش. عايزين مش عايزين حد. امال الفريق اللي رايح والفريق اللي جاي وماتشات مين الفريق؟ الكويت. الكويت لا دول صحاب بقى، دي حاجه ثانيه. انما ما فيش، قصدي هم ما لهمش الميول دي، يعني ان هم يتفرجوا على ماتش قليل قوي لو لقيتي حد يعني. طب تتوقعي نتيجة المباراة النهارده؟ اتوقع انه هو على الكاس ولا على الدوري؟ كاس العرب. تحبي تقولي ايه كلمة أخيرة لأصدقائك اللي في الكويت؟ اقول لهم ربنا يوفقهم، اللي يلعب احلى يكسب، واللي يلعب وحش هو اللي يستاهل ان هو نتكلم عليه ونقعد نضحك عليه.